السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم دوازاتي ساهل بمقادير بسيطه. فغنحتاجوا ليه فواحد لوبول على بركه الله قبيص هاد الملحه وحبه ديال البيض مع نص كاس ديال السكر سنيده مع واحد الساشي ديال الفلون بالنكهات ديال الكراميل. هذا ديال 4 الاشخاص يعني داك الصغير. وكنخلطوا هادشي مزيان مزيان البنات حتى تنسجم لينا العناصر مع بعضياتها. وكنزيدو الزيت. بالنسبه للزيت البنات فحنا غادي نزيدو كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، وحنا كنخويوه وكنخلطو في نفس الوقت بهذا الشكل هذا. وغادي نبقاو مستمرين في التحريك وغادي نضيفو الدقيق. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب العجينه ديال الحلوه ديالكم. فهنايا غادي نزيدو كميه ديال الدقيق مع معلقه صغيره ديال الخماره حمراء، وغادي نوليو نخلطو هاد الشيء حتى نتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون هكا متماسكه. البنات ما تعجنوش هاد الحلوه هذه لان الا عجنتوها غادي تزيت لكم، والا تزيتات ما غادي تلقاو ما تاكلوا فيها. من الاحسن تحاولوا انكم غير بالاطراف الاصابع انكم تجمعوها حتى تحصلوا على واحد العجينه كيف كتشوفوا معايا متماسكه وسهله باش تشكل لينا. وكنوليو نشكلوا الحلوه ديالنا على شكل هكا صدفه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كناخذوا الموس وكنحاولوا اننا نديروا هكايا هاد الشريطات هادو باش كتجي لنا على شكل كوكياج كي شفتوا، بلا طابع بلا حتى شي حاجه. غادي نشكلوا الحلوه ديالنا فقط غير بالموس ونعطيوها واحد التشكيل هكا اللي كيجي زوين. شوفوا الطريقه راها موضحه في الفيديو. فاحنا كنديروها واحد الكويره وكنقرصوها واحد شويه وكنصايبوا ليها الجنيبات وكنشرطوها هكايا بالظهر تاع الموس اللي كنديرهم بطبيعه الحال في شويه ديال الدقيق بهذا الشكل هذا. الشكل ديالها كيجي زوين بزاف صافي. وغادي نبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديال الحلوى اللي عندنا. بصراحه كتعطي كميه لا باس بها. هنا غادي نوجدوا الطاوله الاولى وغادي ندخلوها للفران من الفوق للتحت. كي شفتوا الطريقه راه سهله وبسيطه وكتحضر دغيا دغيا وما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت. نوجدوها هكا مع اتاي في العشيه كتجي زوينه وما فيهاش قوه المقادير. غادي نبقى مستمره انا بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي وطيب الحلوه ديالي. وغادي نرجع معكم ان شاء الله البنات. الا بغيتو تقدروا تشكلوها نتوما بشي شكل اخر اللي عجبكم. المهم هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. غادي ندخلها كيف قلت لكم دابا باش طيب في الفران، ومن بعد ما طيب غادي نرجع معكم. الحلوه ديالي البنات من بعد ما طابت وخليتها تاخذت واحد اللون اللي كيكون هكايا ذهبي وطيبت يعني الكميه كامله اللي كانت عندي. كيجي هذا هو الشكل ديالها، كتجي ما شاء الله محمره فيها واحد اللون زوين. راها ما كتزادش البنات في الحجم ديالها، يعني كيف ما كتشكلوها يعني كتبقى ما كتزيدش في الحجم ديالها. فوالا دابا غادي ندوزو باش نزينوها. فبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. انا البنات هنا بديت كنزين في الحلوه ديالي. كي شفتوا انا احتاجيت ليها هنايا شويه د الشكلاط كحل والكوك. كندوزها هكايا دوك الجنيبات ديال الحلوه في الكوك وفي الشكلاط بهذا الشكل هذا. كنتمنى تكون الفكره وصلت. بهذا الشكل هذا نتوما تقدروا تزينوها يعني بالشكلاط الابيض عوض الشكلاط الكحل، وديروا كاوكاو مهرمش اولا حبيبات ديال الشكلاط اللي كتكون في الكحل. يعني التزيين كيبقى اختياري. انا غادي نبقى هكا كنغطسها في الشكلاط كحل وكندوزها في الكوك حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. الحلوه البنات راها ساهله ودغيا دغيا كتوجد معنا كيف قلت لكم وفي متناول اليد، يعني ما فيهاش قوه المكونات. غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الحلوه ديالي في التزيين. وهنا رجعت معكم حبيباتي من بعد ما كملت الكميه ديال الحلوه ديالي في التزيين. فكيجي هذا هو الشكل ديالها، كيجي ما شاء الله زوين. شي حاجه اللي بسيطه ودغيا دغيا كتوجد. شوفوا ليا كيفاش كيجي الشكل ديالها بحال شي صدفه، شكل بسيط ولكن في نفس الوقت كيعطي منظر اللي هو زوين. كيف قلت لكم تقدروا تشكلوها كيف ما بغيتو اولا تزينوها بالشكل اللي بغيتو اللي كيعجبكم نتوما.
انا درت تزيين كيف قلت لكم بسيط، وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى. شوفوها كيفاش كتجي عن قرب، كتجي زوينه. غير جربيها الا بغيتي دوزي بها اتاي، راه كتجي زوينه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي تقاسمته معكم. انا دائما كنحاول انني نجيب لكم افكار اللي كتكون سهله وفي متناول اليد، وكل شيء يقدر يجربها ويديرها. وخليت لكم الراحه حتى الفيديو واحد اخر، وما تنساوش اختكم باللايك، وبسلام عليكم.